السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة هند ريان. اليوم غادي نحضر معكم سطيلة ديال الدجاج بالدجاج واللوز، طريقة جد سهلة كتجي مذاق رائع. تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقة التحضير. اول حاجة هنايا عندي دجاجة اللي غسلتها مزيان بالملحة وقرتها كاملة ستورة والفخاد. انا كنديرها كاملة. في الإقامة غادي نزيد عليها الملحة وسكينجبير، معلقة ديال الخرقوم ومعلقة ديال القرفة ومعلقة ديال الابزار. غادي نزيد على شويه ديال الربيع، وغادي نزيد على جهد الربع ديال الكاس ديال زيت المائده، وغادي نخلط مزيان. غادي ندخل هذاك الإقامة في الدجاج ديالي كامل. في الإقامة درت معلقة صغيرة ديال الإقامة، والملحة تتبقى على حسب الذوق. غادي ندخل داك الإقامة مزيان في الدجاج، وغادي نعقب هنايا نزيد عليه جوج بصلات كبار شلطتهم او قرطتهم. وغادي نديرهم على عافية مهيلة، وغادي نخلي الدجاج يطيب على خاطره. قد ما طاب على خاطره ما كندير فيه لا ما لا حتى حاجه، غير تنقص عليه البوطون نخليه طاب. كما كتشوفوا هنايا داك الدجاج طلق الماء ديالو، والبصله هي باقا هنا ما طلقاش داك الماء ديالها. غير فهاد الماء اللي كيطلق الدجاج هو فاش كيطيب، اصلا الدجاج كيطيب بالزربه. هنا كما كتشوفوا ما زدت حتى نقطه ديال الماء، الدجاج ديالي طاب ودخلوا الطياب مزيان. انا غادي نحيدو، غادي نصفيه، وغادي نخلي غير داك المرقه التحتانيه ندير فيها البصله باش نصايب ديك العقده اللي كنديرو في البسطيله من الداخل. غادي نصفي الدجاج كامل، وغادي نقي، غادي نحيد منه كاع العظام. تنديرو الدجاجه كامله باش تيجينا شويه ديال اللحم ديال الصدر، شويه ديال الفخذ. كاش عارفين اللحم ديال الفخذ والصدر ما تكونوش بحال بحال، باش كتجينا ديك البسطيله ما تجيناش فيها غير الصدر، تجينا ناشفه. صافي هنا غادي نحيد وغادي نخليه يبرد. نحيد ليه العظام. هنا غادي نزيد بالبيضه. هنا درت 5 البيضات، هنا درت 4، وبقيت تنخلط حتى تنشوفوا باش تتبقاو تزيدوا بالبيضه حتى تتجمع ليكم. كانوا صغار ديروا 6، كانوا كبار ديروا 5. هنايا درت 4. غادي نبقى نخلط. هنا بلي باقي خاصها البيض باش تزيد تجمع. وهنا غادي نذوق هذاك المرقه هذه اللي بقات. الا كان خاصها شويه الحلاوه غادي نزيد شويه السكر، الا كان خاصها الملحه غتزيدوا شويه، كان خاصها شويه ديال القرفه غتزيدوا شويه، حكاش نتوما عارفين البسطيله ديال الحوت، البسطيله ديال الدجاج عفوا، كتبغي شويه تتكون حلوه، شويه تتبغي ديك النسبه ديال القرفه كتجي فيها زوينه بزاف. هنا غادي نبقى نجمع حتى كتنشف ليا تماما الماء. هادشي علاش ما كنديرش فيها انا الماء، تنخليها طيب على خاطرها. ملي تجي نجمعها دغيا كتجمع، وهذيك كتبقى غير هذيك البصله كتجيني بنينه. صافي هنايا بدات كتجمع عندي. غادي نطفي عليها ونحط على جنب. هنايا عندي اللوز مقشر، غادي نديرو في زيت بارد، وغادي نخليه يتقلى على خاطرو. الزيت خاصو يكون بارد. بعد ما تنقليه كنطحنو مع سكر سنيده وشويه ديال القرفه، وكنخليه هنايا مهرمش. كما تشوفوا هنايا قليتو طحنتو، تنخليه شويه مهرمش باش كيجي باين تجينا داك القرمشه في البسطيله. هنايا غادي نخدم بهاد الورقه ديال البسطيله،
وتقدروا ديروا حتى الورقه ديال الفيلو هي كتجي رائعه، جربتها بنفس الطريقه، جربتها في الورقه ديال الفيلو كتجي رائعه. صافي غادي نبقى ندهن الورقه ديالي بالزبده، خاصكم ديروا الزبده مزيان باش كتجينا مقرمشه. والطياب ديال البصيله دائما خاصكم تنقصوا على الفران باش كطيب الورقه حتى اللي تتكون لداخل باش تجينا مقرمشه كامله. ما تنجهدوش على الفران، غير تنحمروها من برا وتنخرجوها. كندير على 150 درجه، انا عندي الفران على 250، كندير غير على 150. صافي غادي نبقى ندهن في ديك الورقه. غادي ندير الطبقه الاولى ديال الدجاج، غادي نسرحو مزيان، غنعمر كاع الجوانب. غادي ندير هذيك العقده كما كتشوفوا ملي بردات جات مجموعه، غادي نوزعها حتى على كاع الجوانب. وهنايا غادي ندير اللوز هو كذلك، غادي نوزعه باش كتجينا ديك الطبقات متساويين. ودابا غادي نجمعها وغادي ندخلها للفران على 150، غادي نخليها طيب على خاطرها. عطيوها الوقت في الطياب باش كتجيكم مقرمشه من الداخل ومن برا وكتجيكم زوينه. اهم حاجه هو المذاق ديالها وتقرميشه ديالها كتجي رائعه، وتزيين لكم الاختيار. اهم حاجه هي البنه. وهنايا بعد ما خرجتها من الفران كتجينا مذهبه. انا غير زينتها تزيين عادي، شويه ديال اللوز وشويه ديال السكر كلاصي. نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، ما تنسوش بالطريقه جد سهله، وما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه، وشكرا على المشاهده.